امبارح كنت قاعد بتكلم مع صاحب مكان وصاحب بيزنس، وكان بيتكلم معايا في ان هو عايز يحافظ على الزبون اللي دخله في العيد وجرب الخدمة بتاعته في العيد او جرب المنتج بتاعه في العيد، وعايز يحافظ عليه وكمان يخليه يشتري منه تاني بعد العيد. عشان كده انا هقولك على كذا خطوة تمشيهم لو العميل جالك في العيد او اشترى منك في العيد، بحيث ان هو يبقى عميل للشركة ويفضل عميل للشركة، وما يسيبش الشركة ويروح يدور على شركات تانية. اول حاجة هتجمع بيانات العملاء اللي جات لك او اشترت منك في العيد او زارت المكان بتاعك في العيد، وهتبدأ تبعت لهم زي رسالة شكر خاصة بالعيد، وكمان هتبدأ تبعت لهم طلب يقيموا المنتج بتاعك او يقيموا المنتج اللي هم اشتروه او يقيموا الخدمة اللي هم اشتروها. دي هتفرق معاك جدا جدا جدا. تاني حاجة ممكن تبعت لهم عرض مخصص او هدية مخصصة مثلا او خصم مخصص للعملية القادمة، بتقول له فيه ان انت كنت عميل مميز عندنا واحنا هنبعت لك خصم او هنبعت لك اوفر مخصص ليك. تالت حاجة واللي شركات كتير ممكن تكون بتفلتها، ان انت ممكن تكون تبعت له يعمل لك فولو على السوشيال ميديا او يعمل للمكان بتاعك فولو، بحيث ان هو يشوف العروض والخصومات باستمرار. بكده انت بتضمن ان انت شكرت العميل اللي جالك في العيد وسمعت رأيه في المنتج والخدمة اللي انت بتقدمها، وكمان هتخليه او هتحاول ان انت تحفزه انه يدخل يعمل لك فولو على السوشيال ميديا، بحيث ان هو يبقى عميل للبراند بتاعك او عميل للمكان بتاعك.